معنا مداخلة. اتفضل يا ياسر. مساء الخير. مساء النور. في الحقيقة طريقة تعبير الراجل عن حبه بعد الجواز غير اللي بنشوفه في الأفلام خالص. يعني الرومانسية بتكون قليلة بسبب أعباء الحياة ومسؤوليات البيت، ودول من وجهة نظري لما أوفرهم لبيتي يبقى ده دليل إني كده بحب مراتي ومخلص. عايز أقول إن لما أوفر لمراتي أغلب الحاجات اللي بتطلبها يبقى أنا أكيد بحبها، ومش لازم أقول لها كل شوية أنا بحبك وأنا بموت فيكي والكلام ده، لكن هي كل شوية تسألني إذا كنت بحبها ولا لأ. هفهمها إزاي إني مش لازم أقول وأعيد كل ده كل شوية؟ أنا عايزة أقول لك حاجة، مهما الست مكانتها ارتفعت هيفضل الراجل هو كل حياتها، وهتفضل هي دايما جزء من حياة الراجل. ده مش عيب في الرجالة، الراجل عنده مسؤوليات كتير قوي، ولا عيب في الستات، ده طبع في الستات. الست دايما عايزة حد يحتويها، دايما قلقانة، عايزة الأمان. هو الأمان في الجواز فين؟ في العيال؟ لا. في الورق والمأذون؟ لا. الأمان في الجواز في الحب. الست ما بتأمنش على حالها إلا لو كان اللي معاها بيحبها. هي بتقولك أنت بتحبني وهي عارفة إنها تقول لها لأ، يعني حتى لو لأ هتقول لها لأ، ما هي عارفة إنك هتقول لها آه، بس مجرد ما بتقول لها آه هي بتهدى نفسيتها. الست اللي بتقعد تقولك بتحبني ولا لأ، قولي بتحبني، قولي إن أنا عجباك، قولي مش عارف إيه، دي ست مشغولة بيك، دي ست حياتها أنت، عايزاك أنت ترضيك، عايزة ترضيك أنت، مش في دماغها تطلع بره شكلها حلوة إزاي ولا مين يقول عليها إيه. اديها اللي محتاجاه. البيبي الصغير لما بيعيط ويعوز حاجة ونقدر نديها له بنديها له عشان ما يزعلش. اعتبرها بنتك، بنتك وقلقانة، مش هتغطيها وتاخدها في حضنك وتقول لها ما تخافيش أنا جنبك؟ هي دي بالظبط بحبك للست. بس طبعا يعني بقول للستات مش عمال على بطال برضو، يعني أنا بقول الكلمتين دول ويعني ما هو برضو ما هيجي يوم يقول لك بلا حب بلا بتاع، يعني نسأل بس يعني إيه مش كتير، ونلاقي الوقت، يعني الوقت اللي تبقي انت كمان فيه حلوة كده وعاملة اللي عليكي، والراجل رايق ونايم كويس ويوم أجازته، اسألي بقى. لكن جاي طلعان عينه يا عيني ومش طايق روحه والجو حر والمية مقطوعة في البيت وانتي متضايقة من العيال وريحة البيت طبيخ وتقولي انت بتحبني؟ والله لو رد عليكي حتى يبقى بطل. هي دي كل الحكاية. معانا رسالة صوتية. بقالي 5 سنين متجوز. مشكلتي مع مراتي إن كل ما أجيب لها هدية ما تعجبهاش، ده وتقول لي بدلها لي أو يا ريتك كنت اديتني فلوس مكانها. أوقات كتير بتقولي ذوقك وحش، بصراحة ده بيضايقني منها جدا. أنا بجيب لها هدايا تعبير عن حبي ليها، حتى لما كنت بجيب لها ورد كانت بترميه في الزبالة. مش بتقدر إني بشتغل وبتعب عشان أعيشها في المستوى الكويس اللي هي عايشة فيه. دايما جايبالي إحباط مهما عملت، مش بترضى ولا بتقدر. بكون مستني منها إنها تفهم حبي ليها وتقدملي الحب دوت، لكن هي ست مش رومانسية خالص. ممكن حضرتك تقوليلي أعمل إيه يا دكتور؟ ما تجيبلهاش حاجة تاني، ما تجيبلهاش حاجة تاني خالص. وكان لازم من أول يوم كان ده رد فعلها، كان لازم أنت ما تجيبش تاني. أنا مش معترضة إن ممكن تكون الهدية مش عاجباها قوي، بس الحقيقة دي هدية، والهدية قيمتها إنك أنت افتكرتها. اللي ما يقدرش مجهودك وتعبك ومالك وفر التلاتة ليك. هي واخدة في نفسها، يعني واخدة في نفسها ألم، مش عارفة ليه برضو، وغالبا أنت السبب. أنت السبب لأنك كل ما كانت هي تبقى مش راضية فأنت كنت بتحاول ترضيها أكتر. جبت لها الهدية دي ما عجبتهاش، طب نجيب لها حاجة تانية. فبالتالي أصبح الواقع إنك أنت عايش عشان ترضيها. على فكرة الرجالة ما اتخلقتش عشان ترضينا،
الرجالة مش شغلتها في الحياة إنهم يدلعوا فينا ويجيبوا لنا هدايا ويجيبوا لنا ورد. أنا عايزة أقول لها إن من زمان قوي 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 ما سمعتش راجل متجوز بقاله فترة وبيجيب هدايا وبيجيب ورد وعايز رومانسية. ده الستات شرقانة على الرومانسية، وانتي تتبطري على ايه؟ اعتقد انك تحرمها منك. دي محتاجة انك تكرفها كده شوية، ما تسألش عليها خالص، ما تغلطش وما تعملش حاجة غلط، بس على قدها، الكلمة على قد ردها، لغاية ما هي تحس إنها مفتقدة حاجة مهمة. ساعتها لو جبت لها حتى ورقة كراسة هدية هتبروزها وتحطها على الحيط. نشوف كده المشكلة اللي جاية. المشكلة دي مكتوبة محمد بيقول أنا مشكلتي مع مراتي إنها زنانة جدا. أحب الصراحة قوي أنا والله، زنانة جدا، لما بتعوز حاجة مش بتبطل زن لغاية ما أجيبها. لو عاوزة تروح مكان بتفضل تزن، لو عايزة تعمل حاجة تفضل تزن، تزهقني ورسايل وتتخانق واحلف عليها. أنا تعبت ومليت، أعمل معاها إيه؟ هي جدعة على فكرة، ما هو طالما هي بتزن وانت بتعمل اللي هي عايزاه ما تزنش ليه؟ تبقى غلطانة، لازم تزن، ما انت في الآخر بتعمل اللي هي عايزاه. لما تزن وانت قلت مش هعمل ما تعملش، بس فكر لو سمحت قبل ما تقول مش هعمل. علشان ممكن قوي يكون فعلا انت بتعترض على حاجات ملهاش لازمة، وممكن كمان يكون احتمال توافق. خليك زي ما بنقول احنا الستات، لازم يبقى كلامنا زي الرجالة. انت كمان انت سيد الرجالة، قلت كلمة الزن عمره ما يغيرها، لكن طول حضرتك ما الزن بيجيب نتيجة طبيعي تزن. ولو سكة الزن دي بتجيب نتيجة مع كل الرجالة كان الستات كلها زنت. عاوزيني أطلع فاصل، نطلع فاصل وأرجع لحضراتكم، استنوا معايا. ورجعنا من الفاصل ومعانا رسالة صوتية. أنا اسمي أيمن، مشكلتي مع مراتي إنها شكاكة، بتفتش في موبايلي وتقلب في حاجتي وتخلق مشاكل ونكد بدون دليل، وتقولي كل الرجالة خاينين، صحابها منهم لله لاعبين في دماغها. أنا حاسس إنها بتحبني حب امتلاك، بس للأسف أنا بفكر أخونها فعلا عشان يبقى الخناقة دي سبب مش افتراء وخلاص. ممكن حضرتك تقولي أعمل إيه يا دكتور؟ هو حقيقي بصراحة برضو هي الستات حشرية شوية، مالك ومال موبايل على فكرة. طب هو قبل الموبايل كانت رجالة بتخون ازاي؟ ما كانت بتخون برضو على فكرة. وفي رجالة بقت ناصحة، بدل الموبايل معاها 2، واحد من قدام مراته وواحد من ورا مراته. ولو عايز يخون وعارف انك بتفتشي في الموبايل هينضفه كل يوم، هيقول لي السنيورة بتاعته ما تبعتليش بعد ما اخش البيت عشان مراتي حشرية وبتقعد تدور في موبايلي. مبدأ ان احنا ندور في موبايلات بعض ده وانا انا مش قادرة اقتنع بيه. كل انسان عنده خصوصياته، مش شرط انه يكون بيخون ولا انه يكون بيعمل حاجة تضايق شريكه. عنده صاحبه بيحكي له مشكلة مش عايز حد يعرفها، بيرد عليه رد مش عايز حد يعرفه. يا ستي عايز يتكلم عليكي كلمتين مع واحد صاحبه بيفك عن نفسه، ما تسيبيه. هو كمان لو مسك بقى موبايلك وسمع مكالماتك وشتمتك عليه مع أصحابك ومامتك هيروحك بيتكم بالليل. كل واحدة فينا عارفة
انها بتكلم صاحبتها، شفتي عمل فيا ايه؟ ده ابن اللذينه بعد ما عملت وسويت، صح؟ ومامتها تقول لها ايه؟ انت دلعتيه، كان لازم من اول يوم تمشيه عدل. يسمع بقى الكلمتين دول من مامتك ويرجعك ليها. موضوع بقى انك بتتلكك بقى ونفسك تخون بقى علشان خاطر تبقى هي بتزعق لك قصاد انك انت خنت. احنا مش هنتلكك بقى، اللي عايز يخون يا عم بيخون، واللي مش عايز يخون ما بيخونش. فاحنا قدامنا طريقه من اتنين، طريقه هتجيب لك مشاكل كتير بس هنخلص من الحدوته، وطريقه مش هتجيب مشاكل ونطول. الاولانيه، وعشان انا بطبعي شويه يعني بحب اخلص، سيب الموبايل قبل ما تخش البيت. هتقول لك فين الموبايل؟ هقول لها لا، ما بحبش حد يفتش في حاجتي. هتقول لك يعني ايه انت وانت؟ قول لها والله الموبايل بتاعي بعته. يعني ايه بعته؟ يعني خلاص انا قررت ما يبقاش معايا موبايل. هيحصل نكد، هتتشال وتتهبد، بس في الاخر هتقول لك ايه؟ طب خلاص هات الموبايل وانا مش هدور فيه.